السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم تلاميذ السنة الثالثة متوسط على قناة جنة العلوم. المقطع الثاني المتمثل في الديناميكية الخارجية للكرة الأرضية، وأول مورد من خلاله نتطرق فيه للبنيات الجيولوجية الكبرى وخصائصها. وضعية تعلم المورد: تتميز الجزائر بمساحتها الشاسعة وتنوع وتباين مناظرها الطبيعية ذات بنيات الجيولوجية الكبرى، عند التجوال فيها من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب، وهذا ما يتطلب منا معرفة مكونات هذه المناظر الطبيعية، ومن جهة أخرى أهم الاختلافات التي تميزها. إذن المشكل: ما هي المكونات الأساسية لمنظر طبيعي؟ وهذا ما سنتعرف عليه خلال النشاط الأول. والسؤال الثاني: ما هي الاختلافات الممكنة التي تجعلنا نميز منظرا طبيعيا عن الآخر بحكم أنها بمناظر مختلفة؟ النشاط الأول وإظهار مكونات مناظر طبيعية متنوعة، أو أتعرف على مكونات المنظر الطبيعي. إذا الجزائر تزخر بهذه المناظر المختلفة الخلابة من الشمال إلى الجنوب كما قلنا، ومن الشرق إلى الغرب. إذا لاحظ المنظر الطبيعي الأول ومنظر طبيعي ساحلي، حتى المناظر الطبيعية الساحلية مختلفة: سواحل أو شواطئ رملية، شواطئ صخرية. والمنطقة الثانية أو المنظر الثاني مثل في مناظر طبيعية التلية، مثل المناظر المأخوذة من ولاية تيسمسيلة، مناظر جبلية. وهنا حقل الكروم يتمثل في نشاط الإنسان، هذا أو هذه الكروم غرسها الإنسان. ثم المنظر الثالث مناظر طبيعية بالهضاب العليا، مناظر استبسية، وهنا حقول القمح، وأخيرا صحراوية تتمثل هنا في منطقة الهوغار، وهنا في الكثبان الرملية. حتى المناظر الصحراوية مختلفة ومتنوعة. إذن هذه مختلف المناظر، سنستغل هذه الوثائق من أجل اكتشاف واستخراج أهم المكونات، سواء المكونات الأساسية في كل منظر على حدة أو مكونات المشتركة بين كل هذه المناظر، وهذا ما يهمنا، معرفة المكونات المشتركة. إذن هذه المناظر لاحظناها وصفناها قبل قليل. السؤال الأول يقول: في جدول استخرج المكونات المركبات الأساسية لكل منظر طبيعي. إذا تحاول أن تملأ هذا الجدول ومن خلاله تستخرج المركبات أو المكونات الأساسية. إذا المنظر الأول ساحلي، والثاني تلي، والثالث هضاب عليا، والثالث صحراوي. إذا المكونات الأساسية في كل منظر طبيعي. إذا نبدأ أولا بالنسبة للساحلي فيه نبات، فيه صخور، ماء ورمال. بالنسبة للتلي به تضاريس كالجبال، به نبات كذلك، وبه كذلك نشاط الإنسان قام بغرس الكروم، حقول الكروم. ثالثا تضاريس تميزها نباتات استبسية موجودة بالهضاب العليا، وسهل به نباتات زراعية كثيفة. وأخيرا منظر صحراوي، منظر جبلي به صخور صلبة. وأخيرا منظر قاحل تميزه الرمال، صخور مفككة. إذا ما هي العناصر المشتركة بين كل هذه المناظر الطبيعية التي نجدها ضمن كل هذه المناظر الطبيعية؟ إذا هذه المكونات تتمثل في التضاريس. التضاريس موجودة في كل هذه المناطق، من جبال ومن سهول ومن هضاب ومن تلال، والصخور بمختلف أشكالها، من رمال، من مختلف الصخور. والنباتات، الغطاء النباتي موجود في كل منظر كذلك، ونشاط الإنسان كذلك. توجد مكونات أخرى غير موجودة هنا مثل الماء، فالماء يوجد في كل هذه المناظر الطبيعية، حتى في الصحراء كالواحات مثلا. وكذلك الهواء يعتبر من ضمن المكونات، وكذلك حتى الحيوانات. السؤال الثاني يقول: اعتمادا على مكتسباتك حول المناطق المناخية والأنظمة البيئية في الجزائر، وهذا ما درستموه في السنة الثانية متوسطة، وكذا على معطيات السندات، اقترح المعايير المعتمدة لترتيب هذه المناظر. كيف رتبناها من ساحلية، تلية، هضاب إلى غاية صحراوية؟ على أي أساس تم ترتيب هذه المناظر من الشمال إلى الجنوب؟ كيف تم ذلك؟ إذن عن طريق مجموعة من المعايير. إذن القرب والبعد عن البحر، فإذا كانت قريبة فهي ساحلية، ونوع التضاريس،
والارتفاع على مستوى سطح البحر، فالهضاب العليا مرتفعة على سطح البحر على عكس الساحلية منخفضة. وكذلك على أساس المناخ والغطاء النباتي ومختلف مكونات المنظر الطبيعي. وأخيرا نتيجة لهذه الحصة، إذا ماذا يمكن أن نستخلص من هذه الحصة؟ تتكون المناظر الطبيعية من عدة مركبات أساسية تتمثل في التضاريس، الصخور، الغطاء النباتي، المياه، التربة، الهواء، ونشاطات الإنسان. يمكن أن نضيف إلى هذه النتيجة المعايير المعتمدة لترتيب هذه المناظر الطبيعية والتي ذكرناها قبل قليل. إذن هذا فيما يخص النشاط الأول. أتمنى أنكم استفدتم. لا تبخلوا بتقديم الإعجاب وبالاشتراك وبالتعليقات، ومع السلامة، دمتم أوفياء، إلى اللقاء.